بيبدأ الفيلم مع داروين المصور المحترف وهو بيدي محاضرة للطلاب عن فن التصوير وإزاي التصوير بيحتاج موهبة وإتقان، وبيكون فرحان جدا وبتيجي حبيبته بيا وبتصوره مع طلابه. وبالليل داروين بياخد بيا وبيروحوا فرح تيو صاحبه وبيفضلوا يشربوا، ووقتها رضا بيفكر داروين بزميلته اللي كانت بتحبه واتجننت من كتر حبها فيه، وساعتها بتستغرب بيا من اللي بتسمعه، وده لأنها بتكون فاكرة إن هي أول حب لداروين، وعشان كده بتفضل تلح عليه وتسأله عن البنت لدرجة إنها مش بتركز في السواقة وبتفقد السيطرة على العربية وبتعمل حادثة وبتخبط بنت. ووقتها بتترعب جدا وبتبقى عايزة تنزل تطمن على البنت، لكن داروين بيمنعها وبيقول لها إن البنت ماتت خلاص وإنهم لازم يهربوا بسرعة قبل ما حد ياخد باله من اللي عملوه، وفعلا بيقنعها إنهم يهربوا بسرعة من المكان. وتاني يوم بيروح داروين لحفل التكريم في مدرسته القديمة، وبنعرف من يونس مدير المدرسة إن أبو داروين كان واحد من المساهمين في إنشاء المدرسة، علشان كده كل سنة بيكرموا داروين ابنه وبيشكرهم داروين على التكريم وبيقول لهم إن وجوده في المدرسة هو اللي طور من مهاراته في التصوير. بعدها بيستعدوا كلهم علشان يتصوروا الصورة التذكارية، ووقتها بيشوف داروين شبح البنت اللي خبطوها فبيتخض وبيبعد بسرعة عن الكاميرا، لكنه لما بيبص تاني بيلاقيها اختفت فبيخاف وبيفضل يبص يمين وشمال. ولما بيرجع البيت بيدخل أوضة التحميض وبيحمض الصور وبيلاحظ وجود طيف غريب في الصور وبيرجح إن عدسة الكاميرا فيها مشكلة. وبعد شوية بتيجي بيا وبتسأله أنت إزاي عايش حياتك عادي كده، وبتقوله إنها من يوم الحادثة وهي مش عارفة تنام وعلى طول بتحلم بكوابيس، وبتطلب منه يروحوا المكان الحادثة، وده لأنها بتبقى عايزة تعرف إيه اللي حصل للبنت. لكن داروين بيطلب منها ما تجيبش سيرة الموضوع ده تاني، وبيقول لها إنهم في أمان طالما ما فيش بلاغات اتقدمت ضدهم، لكن بيا بتفضل حاسة بالذنب لأن هي اللي كانت سايقة. وتاني يوم داروين بيروح يفحص عدسة الكاميرا، لكن الفني بيقوله إن العدسة سليمة، فبيستغرب داروين وبيوريله الصور، فبيقوله الفني إن ده طيف شبح، فبيتخض داروين، لكن الراجل بيقوله إنه بيهزر معاه وإن زمان كان في معتقد إن الطيف اللي بيظهر في الصور بيبقى شبح، فبيخمن داروين إن أكيد حصل خطأ في تحميض الصور. وفي الوقت ده بيا بتكون في البيت وبتسمع أغاني، وفجأة بتسمع صوت خبط جاي من ناحية أوضة التحميض، فبتقرر تقوم تشوف فيه إيه. ولما بتدخل الأوضة فجأة بيظهر لها شبح البنت وبتشوفها وهي بتخرج من الحوض، فبتترعب بيا وبتفضل تصرخ وبتحاول تفتح الباب لكنها مش بتعرف. وفجأة بتصحى من النوم وبيتضح ان ده كان كابوس، وحرفيا بتبقى ميتة من الرعب. وبيفضل داروين جنبها وبتصمم انهم يروحوا مكان الحادثة، وعلشان داروين يريحها بيوافق. وفعلا بيروحوا المكان الحادثة وبيسألوا بياع هناك عن إذا كانت في حادثة حصلت، فبيرد وبيقول إن في عربية خبطت في لوحة الإعلانات لكن الحمد لله محدش اتصاب. لكن بيه بتقوله إنها متأكدة من إنها خبطت حد، فبيتصل داروين بصاحبه رضا وبيطلب منه يشوف له إذا كان في مصابين حوادث في المستشفيات القريبة منهم، وبيتصل بيه رضا بعدها وبيقوله إن مفيش أي مصابين، فبيطمن بيه وبيقول لها إن أكيد الخبطة كانت خفيفة والبنت رجعت بيتها سليمة وما بلغتش. وتاني يوم داروين بيحمض الصور وبيشوف صورة الشبح واضحة جدا، وبيتفاجئ ببيا داخلة عليه فبيسألها اتأخرتي ليه، لكن بيا مش بترد عليه. وفجأة تليفونه بيرن وبيلاقي ان بيا هي اللي بتتصل بيه وبتقوله انها هتتأخر، فبيترعب، وده لانه بيدرك ان الشبح بيطارده. ولما بيدخل الأوضة بيلاقيها فاضية. وتاني يوم بيا بتاخده وبيروحوا الخبير في الماورائيات وبيوروله الصورة، فبيقول لهم ان اللي ظاهر في الصور ده فعلا شبح بنت، وبيعرفهم ان الاشباح احيانا بيظهروا للبشر لان بيكون عندهم رسالة عايزين يوصلوها، او انهم بيكونوا مظلومين وعايزين يرجعوا حقهم. وبيقول لهم كمان ان في نوع معين من الكاميرات بيقدر يصور الاشباح، وهي الكاميرات اللي بتطلع الصور في ساعتها. وطبعا بعد الكلام ده بتتأكد بيا من ان البنت اللي خبطتها ماتت، وبتخمن ان شبحها هيطاردهم بسبب الانتقام. لكن داروين بيطلب منها ما تستسلمش للأفكار
السلبية دي وتركز أكتر في شغلها. وبعد كده بيروح داروين الاستوديو وبيبدأ يصور زبون، لكن فجأة النور بيفضل يولع ويطفي، وفجأة بيظهر وراه شبح البنت، وبيحس داروين بألم شديد في رقبته، وعشان كده بيروح يكشف عند الدكتور. ووقتها الممرضة بتستغرب جدا لما بتلاقي إن وزنه 120 كيلو مع إن شكله رياضي. وبعد ما الدكتور بيفحصه بيقوله إنه ما عندوش حاجة، بس داروين بيكون مصمم إن الوجع بيبقى شديد جدا، فبيخمن الدكتور إن الألم اللي هو فيه ده أكيد سببه نفسي. ولما بيرجع البيت بيتفاجئ بوجود تيو واللي بيكون شكله مبهدل، وبيقوله إنه لازم يتخلص من الصور يا إما هيموتوا كلهم. فداروين بيفتكره سكران، لكن تيو بيكون مرعوب وبيقوله إن الست المجنونة هتخلص عليهم كلهم. فبيعتقد داروين إنه متخانق مع مراته، وبيقوله إنه هيكلمها وهيحل المشكلة اللي بينهم، لكن تيو بيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بيا بتكون في الجامعة وبتسمع صوت، وبتفضل ماشية ورا مصدر الصوت لحد ما بتدخل أوضة التجهيزات الخاصة بفريق الرقص، وبتفضل تصور كل الحاجات اللي هناك بكاميرا الصور الفورية. وفجأة بتشوف شبح البنت ظاهر في الصورة، فبتدرك إن الشبح عايز يوصل لها رسالة خاصة لما بيقع قدامها برواز في صورة بنت اسمها ليليس وهي بتتكرم من عميد الجامعة. وبنرجع تاني عند داروين اللي بيحاول يتواصل مع صاحبه التاني آبي، يمكن يكون عارف تيو ماله، لكن في الوقت ده آبي بيكون شنق نفسه، فبيحاول يكلم رضا، لكن برضه رضا بيكون مات في حادثة. ولما بيوصل بيت تيو بيكون البيت مبهدل ومراته مش موجودة، وأول ما تيو بيشوفه بيقوله إن اللي عملوه زمان هيفضل يطاردهم طول العمر، وبيرمي نفسه من الشباك وبينهي حياته. وفي الوقت ده بيا بتدور ورا ليليس وبتعرف إنها كانت على علاقة بداروين، ووقتها داروين بيتصل بيها وبيحكي لها على اللي حصل لأصحابه، وبيقول لها إن الدور عليه، وبتسأله عن علاقته بليليس، وبتقوله إنها اكتشفت إن ليليس تبقى الشبح اللي بيطاردهم. فبيقول لها إنه كان مرتبط بيها زمان لكنهم انفصلوا علشان ما كانوش شبه بعض، لكن ليليس كانت مهووسة بيه وما تقبلتش فكرة انفصالهم ومشيت وسابت الجامعة بعدها. وطبعا داروين هنا مش بيقول الحقيقة كاملة، وده لأن أصحابه كانوا بيتنمروا على ليليس، وهو كان فعلا معجب بيها وبرقصها لأنها كانت راقصة إيقاعية محترفة، وبيرتبطوا هما الاتنين وبيقضوا وقت حلو مع بعض. لكن بعد فترة داروين بيزهق منها وبيخونها، ولما بتتخانق معاه بينفصل عنها على الرغم من إنها كانت بتحبه جدا، وعشان كده حاولت تنتحر وتقطع شرايينها، لكن داروين أنقذها وقال لها أنت أكيد مجنونة، ورفض برضه يرجع لها. وبعد اللي حصل عاشت ليليس وقت صعب وماتت بعدها، وبيكون واضح ان داروين خايف جدا ومرعوب، لكن بيا بتطمنه وبتقوله انها هتدور على عنوان ليليس وهتحاول تصلح الامور. وفعلا تاني يوم بتروح الجامعة وبتقابل العميد يونس وبتسأله عن عنوان ليليس، لكنه اول ما بيسمع اسمها بيتوتر ومش بيرضى يقول لبيا اي معلومة عنها، لكن بيا بتدور على النت لحد ما بتجيب عنوانها. بعدها بتكلم داروين وبتقوله انها عرفت تجيب العنوان، وبيسوق داروين العربية وبيتحركوا على هناك، لكن فجأة بيشوف شبح ليليس وهو بيقرب منه، فبيخاف داروين وبيسوق بسرعة. ووقتها بتصحى بيا من النوم مخضوضة، فبتهدي داروين وبتطلب منه تسوق هي، وبيروحوا يرتاحوا في فندق، لكن الشبح مش بيسيبهم وبيظهر في أحلامهم وبيحولها لكوابيس، وخصوصا داروين اللي بيحلم ان ليليس بتخنقه، وبتحاول بيا تصحيه لكنها مش بتعرف، وبتفضل تصوره علشان تعرف الشبح بيعمل معاه ايه، وبتقدر بصعوبة انها تصحيه. وتاني يوم بيوصلوا للقرية وبيسألوا عن بيت ليليس، وبيقابلوا امها وبيقولوا لها انهم يبقوا اصحاب ليليس، فبتقول لهم امها ان ليليس نايمة، فبيستغربوا من كلام الست وبيلاحظوا ان البيت ريحته وحشة ومليان بنبات الكافور. ولما بيفتشوا البيت بيكتشفوا ان ام ليليس ما دفنتهاش وانها محتفظة بهيكل بنتها العظمي في اوضتها، وبتبقى رافضة انها تبعد عن بنتها. وبنعرف ان ليليس جالها انذار بالفصل من الجامعة، وعاشت ساعتها وقت صعب جدا وحبست نفسها في الأوضة، ومن بعدها انتحرت. ومن وقتها وامها رفضت انها تدفنها، لكن بيا وداروين بيقدروا يقنعوا الام انها تدفن بنتها علشان روحها تلاقي السلام. وبيقف داروين عند قبرها وبيعتذر لها وبيطلب منها تسامحه، وبيبقوا معتقدين ان المشكلة كده اتحلت.
لكن ده مش بيحصل، وبيفضل شبح ليليس يطارد داروين في كل مكان. وفي الأثناء دي داروين بيكون في الاستوديو، وبتجيله واحدة لابسة فستان شبه اللي كانت لابساه ليليس قبل ما يتم اغتصابها. ووقتها داروين بيترعب لما بيشوف شبح ليليس متجسد قدامه، وبيفضل يجري زي المجنون وبيحاول يهرب وبينزل من على السلم. لكنه في كل مرة كان بينزل فيها كان بيلاقي نفسه لسه في الدور الرابع. وفجأة بيشوف قدامه بيا فبيجري وبيحضنها، لكنه فجأة بيشوف ليليس قدامه فبيجري بسرعة، ومش بيكون قدامه حل غير انه يهرب عن طريق سلم الطوارئ. لكن الشبح بيفضل يطارده لحد ما فجأة بيقع من فوق السلم وبيتصاب إصابات خطيرة، لكنه مش بيموت. وبيقرب منه شبح ليليس في هدوء وبتقوله إنها مش هتسيبه. وفي نفس الوقت بتكون بيا في البيت وبتلاحظ إن الكاميرا بتاعت داروين بتصور لوحدها وبتفضل تلقط في الصور بشكل غريب. فبتفهم بيا إن شبح ليليس لسه موجود، وبتاخد الصور من الكاميرا وبتحمضها، وبتشوف إن ليليس عايزاها تقرب من المكتبة. وفعلا لما بيا بتقرب من المكتبة بتلاقي ظرف قديم فيه صور، ولما بتفتح الصور دي بتكتشف مفاجأة، وهي إن ليليس اتعرضت للاغتصاب من تايو وآبي ورضا. وده لأنهم بيكونوا فاكرين إنها بتطارد داروين وبترهبه. ومش بس كده، ده كمان بيتم اغتصابها قدام داروين، واللي اكتفى إنه يتفرج عليها وما حاولش يمنع أصحابه. لا، والمصيبة كمان إنه صورها وودى الصور دي لعميد الجامعة، وبالتالي اترفدت ليليس من الجامعة وجالها اكتئاب بسبب الظلم اللي اتعرضت له، وبعدها انتحرت. وبيتنقل داروين للمستشفى، ووقتها بتيجي بيا تزوره وبتتعصب عليه وبتهينه، وده لأنها بتكون عرفت الحقيقة وبتقرر تسيبه. وبعد كام أسبوع بيرجع للبيت، وهناك بيفضل يصرخ وبيقول لليليس أنا عارف إن أنتي لسه موجودة، وبيسألها عايزة مني إيه، وبيقول لها إنه خسر حبيبته بسببها وكان هيخسر حياته. وبيفضل يصور في كل مكان في الشقة علشان يعرف هي فين. وفجأة الكاميرا بتقع منه وبتصوره هو، وهنا بيكتشف داروين المفاجأة، وهي إن ليليس كانت طول الوقت قاعدة فوق كتفه، وده سبب الألم اللي في رقبته ووزنه الزايد. وده معناه إن ذنبها هيفضل متعلق على طول في رقبته. وطبعا داروين أول ما بيشوف ده بيترعب وبيخبط في لوح إزاز وبيتصاب، وحالته النفسية بتسوء وبينتقل لمصحة نفسية. وبيمر الوقت، وبالتحديد في ذكرى انتحار ليليس بتروح بيا للجامعة وبتقرر تعرف قصة ليليس للكل، وبتقول لهم إنها كانت ضحية لمجموعة من الشباب المنحرفين اللي قضوا على مستقبلها. وفي النهاية بنشوف إن داروين اتحبس في المصحة لأنه اتجنن وظهره انحنى، وده لأن شبح ليليس فضل مرافقه دايما. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.